أميرنا وعزنا وكرمنا الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، صاحب العقل الراجح والنظرة الثاقبة. هذا كان أخي 25 سنة وزير خارجية. نعم أخي أبو دجانة، أعتذر للمقاطعة، ولكن خبر عاجل من الإعلامي أبو محمود الحوراني الآن وخلال هذه اللحظات أكثر من 17 فطيسة و40 جريح في استهداف المجاهدين للخيمة الانتخابية لشبيحة النظام في حي المطار بدرعا المحطة، وتوتر شديد في درعا المحطة بعد استهداف الخيمة الانتخابية وسقوط عشرات الإصابات وإطلاق نار كثيف جدا يسمع في هذه الأثناء وسماع مكبرات الصوت لشبيحة الأسد في محيط المجمع الحكومي. إذا الله أكبر ولله الحمد. وأخي أبو دجانة، بما يخص موضوع الانتخابات في كل محافظة الآن تم تجهيز ما لا يقل عن 1000 أسطوانة غاز مجهزة لمدافعها لإطلاقها على مراكز الانتخابات. فهذه الرسائل يجب أن تصل إلى كل من يريد أن يلطخ أيديه بهذه الانتخابات وهذه المهزلة الانتخابية. الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.